شغل اليوم عمل غرفة بالسندوتش بدل سقف وجدران. أول شيء ثبتنا زاوية على الجدار الخرسانة بمسامير، وبدأنا بتوقيف الزاوية علشان نركب فيها سندوتش بانل. والآن بيتم تركيب السندوتش بانل للجدران، سمكة 5 سنتي. طبعا بيركب عاشق ومعشوق، بيبقى له فتحة بيدخل فيها المجرة، بيبقى يدخل فيها اللوح التاني وبيقفل عليه علشان طبعا ما يسرب مية. وبكده تم الانتهاء من تركيب الجدران سندوتش من ال5 سنتي، وتقفيل عليها زاوية من فوق علشان نرحم فيها التيوب اللي هو العجال اللي هيجي داير ما يدور من فوق. وبكده تم الانتهاء من تركيب التيوبات 60-30، كل 70 سم تيوب للسقف اللي هيركب عليه السندوتش بدل حج السقف. وبكده تم الانتهاء من قص الجدار علشان نركب فيه مجرى مية 3 سم داخل الجدار، وبعدين نعزل عليه بعزل مائي. وكده انتهينا من تركيب المزراب داخل الجدار، والآن هنركب عليه شريحة 10 سم عزل مائي أسود. وبكده تم الانتهاء من تركيب الشريحة 10 سم العازل المائي الأسود على الجدار. عزلناها على الجدار وعلى حرف المزراب لحد مجرى المزراب من تحت. والآن بنبدأ بتركيب السندوتش بانال للسقف، سماكة أيضا 5 سم زي الجدران. طبعا الجدران بتبقى مسح سيدة مفيهاش تضليعات، لكن السقف بيبقى مضلع. وبكده تم الانتهاء من تركيب السندوتش بدل 5 سم. والآن هيتم قص الجدار علشان نركب عليه زاوية ونربطه بفليشر فوق سندوتش بانل علشان ما يهرب من جنب جدار مية. وبكده تم الانتهاء من تركيب الزاوية وربطناها بالفليشر، والآن هيتم اختبار المية للسندوتش بانل. والآن بيتم اختبار المية للسندوتش بانل. طبعا هنصور لكم الداخل عشان لو في أي تهريبات هتبان في التصوير.
وهذا من الداخل بعد اختبار المية. طبعا لو في أي تسريبات أو أي شيء هتبقى على الجدران، أو بينزل من السقف زي نقط كده على الأرض. وبكده تم الانتهاء من اختبار المية والانتهاء من العمل.